أهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في شجر علوم، والنهارده هنتكلم عن حاجة أنت عارفها جدا تظهر لك لما تيجي تبحث عن حاجة معينة ويحصل لك صفحة كده سودة أو صفحة بيضة ويطلع لك ايرور 404. اشمعنى الرقم ده؟ واشمعنى الرسالة دي بتظهر لك؟ ده كان حاجة أنا أصلا نفسي أعرفها، ويلا بينا نعرفها سوا. خلينا كده ألخص لك عمليات النت في 3 حاجات رئيسية. أول حاجة الكلاين العميل، وده بيبقى هو الموقع اللي انت بتبحث من عليه زي جوجل كروم او انترنت اكسبلور لو انت لسه فاكره او بتستخدمه حتى. تاني حاجه السيرفر، وهو الخادم، وده المكان اللي بيبعت لك المعلومه اللي انت طالبها. تالت حاجه والاخيره اللغه، وده التواصل اللي بيبقى ما بينك وما بين الخادم او السيرفر اللي احنا قلنا عليه. واللغه دي بتبدا دايما في اي موقع ب HTTP نقطتين شرطتين www نقطه، ودي تبقى بداية اللغة عشان تقدر تتواصل مع السيرفر المعين. خلينا نقول إن سبب الظهور فأنت يظهر لك ايرور 404 اللي أنت لو كتبت مثلا موقع بي وبحثت عليه فبيظهر لك الرقم ده. يبقى مليون في المية عطل ما بينك وما بين اللي انت مش قادر السيرفر يفهم انت عايز ايه، وده بيرجع ل3 احتمالات. فخلينا نقولهم كده واحده واحده. احتمال اللي ممكن الموقع او الحاجه اللي انت بتبحث عليها دي انت كاتب اسم الويب او اسم الموقع ده غلط، في حروف غلط، حروف متبدله، فاذا اللغه او الخادم مش قادر اللي هو يفهم انت بتقول له ايه. او ممكن اصلا انت بتبحث عن موقع مش موجود اصلا، مش موجود في اي سيرفر من اللي هو بيبعت لك المعلومات، فهيجيبوا لك منين؟ في سبب ممكن فعلا تكون انت كاتب اسم الموقع بالظبط، ولكن الموقع ده العاملين او اللي عامل الموقع ده وقفه خالص، فمش هيقدر اللي هو يظهره لك. ممكن يكون الموقع اصلا ذات نفسه اتغير لاسم موقع تاني فبرضه مش هيظهر لك. واخر سبب ممكن يكون في مشكله اصلا في الخادم فمش قادر اللي هو يبعت المعلومه من المتصفح بتاعك، ده بيبقى نادرا ان هو يحصل. واما بقى اشمعنى رقم 404، فخليني اقول لك ان لغه الكمبيوتر هي لغه ارقام. الاربعه الاولى بتدل على ان في خطا في الURL اللي انت كاتبه، اسم المتصفح اللي انت كاتبه غلط او في حروف متبدله او في اي مشكله، الموقع ده مش موجود. اما الصفر بيدل على ان في خطا عموما في اي حاجه. بالنسبه للاربعه الاخيره دي بتدل على هو الخطا، وزي ما في 401 في 400 و402 و404 و108. لكن طبعا اشهر مشكله ممكن تظهر لك او كلنا بتظهر لنا وعارفينها هو الايرور 404. في حكايه كده بتقول ان زمان في منظمه سيرن للابحاث النوويه في غرفه هي المسؤوله عن المواقع اسمها الغرفه 404. فلما كان بيحصل اي خطا في الموضوع او اي حاجه بيحصل فيها خطا فبيقولوا ان في خطا في الغرفه 404. الحكايه دي مشهوره جدا ومعروفه، ولكن على شهرتها دي هو الموضوع غلط. زي ما انا شرحت لك في الاول اللي بيظهر لك الخطا 404. وكده كنا عرفتك كل حاجه. بس تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك، قناه جديد.